السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم، أنا أخوكم رافع آدم الهاشمي، الباحث المحقق الأديب بفضل ربي القدوس ربنا جميعا. في هذه الحلقة أقدم لكم مشروعا تجاريا مربحا بامتياز إن شاء الله تعالى دون منازع. هذا المشروع من مؤلفاتي ومبتكراتي الخاصة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته، والتي ليس لها مثيل أو شبيه أو نظير مطلقا. هذا المشروع عبارة عن كتاب من 10 مجلدات، من 10 مجلدات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا المشروع يحمل عنوان كما تلاحظون أحبتي في الله تعالى. هذا هو المجلد الأول من المشروع، يحمل عنوان معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. لاحظوا هذا هو العنوان المفصل، معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار، أكثر من 1000 ابتكار في شتى الفنون والمعارف، مرتب حسب حروف المعجم ومدعم بالوثائق والصور. هذا هو المجلد الأول، الجزء الأول. الموسوعة هذه عبارة عن موسوعة من المبتكرات الأصيلة التي ليس لها نظير، كلها من مبتكراتي الخاصة بفضل ربي القدوس بما وهبني من علم من فضله، والحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الموسوعة الإبداعية أصبحت ب10 مجلدات من القطع الكبير. لاحظوا أحبتي في الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا المجلد الأول، وهذه المجلدات ال10. هذا المشروع غير مطبوع سابقا مطلقا، ولم يعرض للاستثمار على أي جهة. هذه هي المرة الأولى التي أعرضها على حضارتكم، وأعرض المشروع أمامكم للاستثمار تجاريا. لاحظوا أحبتي في الله، هذا هو المجلد الأول من المشروع، كامل مكتمل بصيغته المعدة للطباعة الورقية، وفق كما تشاهدون وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. وهذه النسخ الورقية. أنا من هذه المجلدات قمت بأخذ نسخة واحدة منها فقط لأجل أن أحتفظ بها في أرشيفي الخاص في مكتبتي الخاصة، بصفتي أنا المؤلف لهذا المعجم، لهذا المشروع الإبداعي بامتياز، الذي يجلب لنا الأرباح المالية إن شاء الله تعالى دون منازع بمشيئة الله، بمشيئة ربي القدوس. عفوا، لاحظوا هذه الصفحة الأخيرة من المجلد الأول، لاحظوا، وهنا ويليه الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالى. هذه النسخة غير موجودة، فقط في أرشيفي الخاص بصفتي أنا المؤلف. هذا هو الجزء الأول من الكتاب، وهذا هو الجزء الثاني. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذا هو الجزء الثاني كما تلاحظون إخوتي وأخواتي، المجلد الثاني من معجم المؤلفات المبتكرة. لاحظوا هذا هو كما تلاحظون إخوتي وأخواتي في صفحة العنوان، لاحظوا معجم المؤلفات المبتكرة الجزء الثاني. وهذه نسخة ورقية فقط محفوظة لدي في أرشيفي الخاص، لا توجد نسخة في أي مكان في العالم كله قاطبة. لاحظوا 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 أحبتي في الله تعالى، هذا هو المجلد الثاني، وهذه هي الصفحة الأخيرة من هذا المجلد، ويليه الجزء الثالث منه إن شاء الله تعالى. هذا هو المجلد الثاني من معجم المؤلفات المبتكرة، وهذا أيضا المجلد الثاني كما تلاحظون أحبتي بالله، جاهز للطباعة الورقية بشكل كامل وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. لاحظوا أخوتي وأحبائي في الله تعالى، هذا هو المجلد الثاني، وهذا هو المجلد الثالث من كتاب معجم المؤلفات المبتكرة. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذا هو
الجزء الثالث من الكتاب، معجم المؤلفات المبتكرة. وهذه النسخة الورقية خاصة بأرشيفي الخاص. لاحظوا كل هذا المحتوى الموجود في هذا الكتاب، في هذه المجلدات العشر، كلها جملة وتفصيلا من مبتكراته ومؤلفاته الخاصة وغير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته، وهو مما وهبني الله سبحانه وتعالى من فضل وعلم عز وجل، فله الحمد حمدا كثيرا كما هو أهله على كل حال من الأحوال. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذا هو المجلد الثالث أمام حضراتكم، جاهز للطباعة الورقية وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. وهذه الصفحة الأخيرة منه، وهنا ويليه الجزء الرابع منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. هذا هو المجلد الرابع، هذا هو المجلد الثالث، وهذا المجلد الرابع من كتاب معجم المؤلفات المبتكرة. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذا هو الجزء الرابع من هذا المشروع الإبداعي الأصيل غير المسبوق جملة، وهذا المشروع بمجلداته العشر غير مطبوعة سابقا وغير معروضة للاستثمار سابقا، وهي الآن جاهزة للطباعة الورقية، جاهزة للاستثمار حالما يتم التعاقد وفق قواعد الاستثمار الخاصة بالمستثمرين والمستثمرات. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذا هو المجلد الرابع من هذه الموسوعة الإبداعية غير المسبوقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي من مؤلفاتها. لاحظي هذه الموسوعة الإبداعية معجم المؤلفات المبتكرة، وهنا ويليه الجزء الخامس منه إن شاء الله تعالى، ويليه الجزء الخامس منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. لاحظوا هذا هو المجلد الرابع أمام حضراتكم. لاحظوا هذا هو المجلد الرابع، وهذا هو المجلد الخامس. إخوتي وأحبائي في الله، أنتم زملائي وزميلاتي المستثمرون والمستثمرات أصحاب المال، هذا هو المجلد الخامس من هذه الموسوعة الإبداعية المتميزة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ، معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. هذه الصفحة الداخلية للعنوان بشكل تفصيلي دقيق. هذا هو الجزء الخامس، وهي من مؤلفاتي أنا أخوكم رافع آدم الهاشمي. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، هذه هي النسخة الورقية المحفوظة لدي فقط في أرشيفي الخاص في صفتي أنا مؤلف هذه الموسوعة الإبداعية المتميزة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لاحظوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها جاهزة للطباعة الورقية ومدعمة بالوثائق والصور، أيضا مدعمة بالوثائق والصور. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، لاحظوا هذه هي الصفحة الأخيرة من المجلد الخامس، وهنا ويليها الجزء السادس منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. هذا هو لاحظوا المجلد الرابع الخامس، وهنا المجلد السادس أحبتي في الله تعالى كما تلاحظون. هذا هو المجلد السادس من معجم المؤلفات المبتكرة. لاحظوا هذا هو العنوان
معجم المؤلفات المبتكرة ربيع الأزهر في فردوس الإبداع والابتكار الجزء السادس. لاحظوا هذه الصفحة الداخلية وهذا هو الجزء السادس. هذه النسخة الورقية غير موجودة عند أي شخص في العالم كله، فقط هذه محفوظة لدي أنا في أرشيفي الخاص بصفتي أنا المؤلف. لاحظوا وهي كما تشاهدون هذا المجلد السادس أيضا معد للطباعة الورقية وجاهز للطباعة الورقية وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. كما تلاحظون إخوتي وأخواتي وأحبائي في الله، زملائي وزميلاتي المستثمرون والمستثمرات، هذه هي النسخة المعدة للطباعة الورقية، وهذه هي الصفحة الأخيرة. لاحظوا من المجلد السادس، وهنا ويليها الجزء السابع منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. أكثر من 1000 ابتكار في شتى الفنون والمعارف. لاحظوا وهذا هو المجلد السابع، هذا المجلد السابع من معجم المؤلفات المبتكرة. كما تلاحظون هنا العنوان، لاحظوا أحبتي في الله تعالى هنا الجزء السابع. هذه موسوعة إبداعية أصيلة مما وهبني الله ربي القدوس عز وجل من علم من فضله عز وجل، فله الحمد حمدا كثيرا كما هو أهله على كل حال من الأحوال. وهذا أيضا المجلد السابع جاهز للطباعة الورقية وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. قد قمت بتجهيزها وتنفيذها شخصيا بالكامل، وتجهيزها للطباعة الورقية وفق الضوابط الفنية المعمول بها. وهذه هي الصفحة الأخيرة من الجزء السابع. كما تلاحظون إخوتي وأخواتي زملائي وزميلاتي المستثمرون والمستثمرات، ويليه الجزء الثامن منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة. هذا بين أيدينا الآن المجلد السابع كما تلاحظون أحبتي في الله تعالى. هذا هو المجلد السابع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو المجلد الثامن من هذه الموسوعة الإبداعية معجم المؤلفات المبتكرة. وهذا كما تلاحظون هنا الجزء الثامن من معجم المؤلفات المبتكرة. كما تلاحظون إخوتي وأخواتي هذا الجزء الثامن. كما تلاحظون معجم المؤلفات المبتكرة ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار، هذا هو الجزء الثامن. وهذه الموسوعة الإبداعية المبتكرة الأصيلة غير مطبوعة سابقا ولم تعرض للاستثمار سابقا. هذه هي المرة الأولى التي أقوم بعرضها للاستثمار لكي نجني منها إن شاء الله تعالى الأرباح المادية والمعنوية، ونحصل من بين هذه الأرباح على المال إن شاء الله تعالى، بما يجعلنا قادرين على أن نرتقي إلى أعلى مراتب الاستقرار والرخاء إن شاء الله تعالى سوية نحن وأنتم زملائي وزميلاتي إخوتي وأخواتي المستثمرون والمستثمرات أصحاب المال. لاحظوا أحبتي في الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسوعة ضخمة أصيلة مبتكرة مما وهبني الله ورزقني به عز وجل من فضل ومن علمه عز وجل. لاحظوا ويليه الجزء التاسع منه إن شاء الله تعالى، ويليه الجزء التاسع منه إن شاء الله تعالى من معجم المؤلفات المبتكرة. لاحظوا هذا هو الجزء الثامن. لاحظوا. والآن الجزء التاسع من معجم، لاحظوا من معجم المؤلفات المبتكرة من مؤلفاتي أنا أخوكم رافع آدم الهاشمي. لاحظوا أحبتي في الله ما شاء الله
لا قوة إلا بالله. والحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهل على كل حال من الأحوال، مما وهبني من علم ومن فضله ومن علمه. لاحظوا هذا هو المجلد التاسع، الجزء التاسع من معجم المؤلفات المبتكرة، ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. هذا هو الجزء التاسع. لاحظوا أحبتي في الله، معجم المؤلفات المبتكرة ربيع الأزهار في فردوس الإبداع والابتكار. هذا أيضا كل هذه المجلدات جاهزة للطباعة الورقية، وقد قمت بتجهيزها وتنفيذها وتدقيقها ومراجعتها وتجهيزها وفق الضوابط الفنية المعمول بها في دور الطباعة والنشر والتوزيع. وهذه الموسوعة الإبداعية معجم المؤلفات المبتكرة مدعمة بالوثائق والصور أيضا. لاحظوا أحبتي في الله تعالى، وهذه هي الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع. لاحظوا معجم المؤلفات المبتكرة، هنا الجزء التاسع، وهنا ويليه الجزء العاشر منه إن شاء الله تعالى. كما تلاحظون أحبتي في الله، هذا هو الجزء العاشر، هذا هو الجزء التاسع. لاحظوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو الجزء التاسع. وأما الجزء العاشر من هذه الموسوعة الإبداعية معجم المؤلفات المبتكرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ولدي الحبيب، هذا قرة عيني. هذا الجزء العاشر كامل مكتمل بمحتواه بشكل كامل، فقط هو بحاجة إلى المراجعة والتدقيق مني والتنقيح لكي يكون جاهزا بشكل قاطع 100% إن شاء الله تعالى للطباعة الورقية، عندما إن شاء الله يوفقنا الله سبحانه وتعالى وتنالوا له فرصة استثمار هذا المشروع، ونتفق على إبرام العقد فيه وفق الضوابط ووفق قواعد الاستثمار الخاصة بالمستثمرين والمستثمرات. إن شاء الله تعالى ستكون الجاهزية كاملة مني في وقت من مشيئة الله لإنجاز المجلد العاشر، ليكون كاملا برمته ب10 مجلدات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. موسوعة إبداعية حصرية غير مسبوقة على مر التاريخ، جملة وتفصيلا، فكرة ومضمونا، قلبا وقالبا. هذا المعجم يمتلك امتيازات عديدة كثيرة، كتبت لكم أنا هذه الامتيازات في الصفحة الخاصة بالبيانات الخاصة بهذا المشروع، وسأضع لكم إن شاء الله تعالى رابط هذه الصفحة في الوصف أسفل الفيديو لتتفضلوا إليها وتدخلوا وتطلعوا وتقرأوا. إن كنتم أنتم الآن حضراتكم تشاهدونني على موقعنا الرسمي في بلوجر، فإن شاء الله تعالى حتما ستجدون كافة هذه البيانات والمميزات والروابط ذات العلاقة أسفل هذا الفيديو مباشرة. ولا كنتم حضراتكم أنتم الآن تشاهدونني على قناتنا في اليوتيوب، ستجدون اللينك الأول، الرابط الأول في أسفل هذا الفيديو في الوصف، وتدخلون من خلاله حضراتكم إلى صفحة البيانات الخاصة بهذا المشروع معجم المؤلفات المبتكرة، هذه الموسوعة الإبداعية الأصيلة التي إن شاء الله تعالى تجلب لنا الأرباح المالية التراكبية بشكل كبير كثير إن شاء الله تعالى دون منازع بمشيئة الله تعالى. هذه الصفحة الخاصة بالبيانات فيها كافة البيانات والروابط ذات العلاقة، فمن خلال هذا الرابط تدخلوا وتطلعوا عليها. أحبتي في الله تعالى، إخوتي أخواتي زملائي وزميلاتي المستثمرون والمستثمرات، قلوبنا مفتوحة لكم دائما وأبدا، وأهلا وسهلا بكم وباستثماراتكم في أي وقت، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في فيديو قريب قادم إن شاء الله تعالى جديد، ومع مشروع جديد أصيل مبتكر من مشاريعنا الخاصة، على أمل اللقاء. حتى ذلك الحين إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،